ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة في ناس كتير طلبته مني، او مش بمعنى اللي هي طلبته مني، في ناس كتير سألت عنه، وهو عن الكروب توب ده اللي انا لابساه. في ناس كتير قالت لي انت شاريه منين، جايباه منين وكده، بس كل ما اجي اقول لهم ان انا اللي مفصلاه يستغربوا ويتصدموا ان هي يعني حاجه صعبه وكده. لكن هي في الحقيقه مش حاجه صعبه خالص، ويمكن دي اكتر حاجه سهله ان هي ممكن تتفصل، واي حد بيحب التفصيل وكده ممكن يبدأ بيها، لان هي حاجة سهلة جدا. فما تضيعوش فلوسكم، اعملوها انتوا تقدروا. وحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده ستيب باي ستيب عشان تعرفوا ازاي انا بعمله. بس كل اللي عليكم انكم تعملوه انكم اكيد طبعا تكملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا انا عملته ازاي. وما تنسوش اهم حاجة تعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتي. وبس خلينا نبدأ. اول حاجة هنحتاج ادوات بسيطة جدا، وهو التوب او الحاجة اللي احنا هناخد منها مقاسنا للتوب الجديد. اذا كان توب قديم عندكم، اي حاجة تاخدوا مقاساتكم منها، فاهمين؟ وبعد كده هنحتاج متر قماش او نص متر على حسب انتوا مقاسكم قد ايه. انا الصراحة معرفش لان انا ما اشتريتش قماش، القماش ده كان موجود عندي، فهو نص متر حلو قوي او متر الا ربع، فاهمين؟ مقص يكون حامي عشان نعرف نقص بيه، طباشير او كباشير عشان نعرف نعلم ونقص كويس من غير ما حاجة تبوظ، وشريط متر عشان نعرف ناخد المقاسات حلو. مش عارفة الصراحة حتى القصافة دي ليه انا ما استخدمتهاش، بس ما علينا يعني. وبعد كده بنجيب التوب او الحاجة اللي احنا بناخد منها المقاس، وبنقيس الطول اللي احنا عايزينه، يا عايزينه طويل يا عايزينه قصير براحتكم. بس انا طلع عندي 7 وده بيبقى الطول المعتاد. بعد كده بنجيب القماش اللي احنا اشتريناه وبنفرده على حاجة تكون واسعة، بحيث واحنا بنقص مفيش حاجة تبوظ مننا، فاهمين؟ وبظبطه كويس جدا بحيث ان كل حتة فيه تكون مفرودة. وبعد كده تنيت القماشة عشان ناخد الطول بتاع الطب اللي احنا قسناه من شوية، بحيث احنا لازم نتنيها بحيث ان هي تبقى الدبل، فاهمين؟ ده الطول اللي احنا لسه قسناه من شوية اللي هو طلع معانا 7. وبعد كده بناخد عرض الطب اللي احنا عايزينه اللي هو بيكون مقاسنا بقى، فاهمين؟ انا طلع عندي 14 بس هخليه 15 علشان بعد كده الزيادات والتقفيل ما ياخدش من المقاس الاساسي، فاهمين؟ ان ده يكون بس يعني عدد زيادة، سنتي زيادة يعني. فانا عرض الطب بتاعي زي ما شفتوا طلع 15، فهضاعف العدد بحيث ان هو يبقى 30 عشان بعد كده في التقفيل. فانتوا اي مقاس هيطلع معاكم لازم تضاعفوه في نفسه وبعد كده تقصوا، وانتوا هتفهموا ليه. والزيادات دي هي اللي احنا هنعمل منها الحمالات. في ناس بتشتري حمالات جاهزة وكده، بس طالما موجود عندي القماش فحرام يترمي وكده، فانا عملت منه الحمالات. الحمالة لازم يكون طولها 12 سنتي، ما ينفعش اطول من كده ولا اقل من كده، فانا قصيت ال 12 سنتي بالظبط. وهبدأ دي طبعا عريضة جدا، فانا هبدأ ان انا ارفعها وتبقى الحمالات رفيعة وكده. فالقماشة دي هقسمها على 2، وده بعد ما قصيتهم. وهبدأ اللي انا اتني القماشة دي كده على بعضها واخيطهم بحيث انها تكون رفيعة وكده. ودي الحمالات بعد ما انا خيطته. انا عارفه ان هما مش رفيعين قوي، ولكن انا ما حبيتش ان هما يكونوا رفيعين زياده عن اللزوم. زي ما انتم ملاحظين طلعت معايا 14 سنتي، وانا قلت لكم في الاول اللي احنا عايزينها 12 سنتي، فده شيء طبيعي عشان واحنا بنخيطهم بيكونوا القماشه يعني بتتمط، فعادي جدا بعد ما بنخيطهم نقصهم على 12 سنتي بالظبط. فده بيكون مقاسها ل 12 سنتي.
بعد كده بنجيب القماشة اللي احنا هنعملها ونحطها على العدلة مش على القلب يا جماعة. خلي بالنا من ده، على العدلة مش على القلبة. زي ما انتم شايفين انا حطها على العدلة، بحيث اللي احنا هنقسم القماشة دي نصين وهتشوفوا. وبعد كده علشان نحط الحمالات هحط الحتة الاولى من الحمالة على رقم 3 والحتة التانية على رقم 9، يعني بحيث ان احنا في الاول سيبنا 3 سنتي وهنحط الدراع التاني على 9 سنتي بالظبط. وبرضو هنعمل كده في الحمالة التانية، هنسيب في الاول 3 سنتي وبعد كده هنسيب 9 سنتي. وده بيبقى شكلهم. بعد كده هطبق القماشة نصين والحمالات تفضل من جوه. بعد كده هخيط كل الحتة اللي من فوق دي، هقفلها كلها من فوق. وبعد ما قفلتها كلها من فوق هبدأ اللي انا اقلبها على العدلة. عشان كده في الاول قلتلكوا نحطها على العدلة مش على القلبة، عشان بعد كده اما نيجي نقلبها. وبس ده بيكون شكلها بعد ما قلبناها. الحمالات بتكون في مكانها زي ما احنا حطيناها، ده بيكون شكلها. بعد كده علشان نقفل التوب من ورا هناخد الحتتين اللي قصاد بعض زي ما انتم شايفين كده وهنقفلهم مع بعض. هنحط في الاول دبابيس عشان نعرف نتحكم فيهم في الاول. وبعد ما قفلناهم بالدبابيس هنبدأ ندخل التوب بالطريقة دي، بحيث ان هو يبقى في الاخر دايرة كده، وهنقفلها كلها بالدبابيس. وبعد ما قفلناها كلها كده بالدبابيس ما تنسوش اهم حاجة ان احنا نسيب حتة كده بالمقاس ده عشان نقدر بعد كده نطلع التوب على العدلة بعد كده زي ما هتشوفوا بعد شوية. بعد اما خيطناها كلها كده الحتة اللي احنا سيبناها مفتوحة هنبدأ ان احنا نطلع التوب تاني على العدلة بالطريقة دي، وكده نبقى طلعنا التوب على العدلة زي ما انتم شايفين الحتة اللي احنا طلعناها منها. بعد كده هنخيطها، ودي بعد ما خيطناها هنبدأ اللي احنا نلف التوب على العدلة تاني بس. وده الشكل النهائي بتاعه، سهل جدا وبسيط جدا. حاولوا تجربوه، ما تشتروهوش من بره علشان انتوا تقدروا انكم تعملوه في البيت، وبيطلع سهل جدا وبيطلع حلو قوي. فصدقوني طالما انا عملته فانتوا اكيد طبعا هتقدروا تعملوه.
ودي المقاسات بعد كده. الطول انا حبيت ان انا اطوله شوية، لو تفتكروا كان طالع 7، انا حبيت اعمله 8 سنتي يبقى طويل شوية. وبس، خلص فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.